السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. الأهلي يخسر أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد، نتيجة لا تعكس ندية النادي الأهلي لبطل أوروبا طوال المباراة. بعثة الأهلي تعود إلى طنجة لمواجهة فلامينجو السبت القادم الساعة 5:30 مساء لتحديد صاحب الميدالية البرونزية. ديل بوسكي مدرب ريال مدريد السابق: الأهلي لعب بشكل منظم ومتوازن لكنه لم يعرف كيف يسجل الأهداف، بينما ريال مدريد كان يعرف كيف يضع الكرة في الشباك. الأهلي كان قويا ولم أتوقع أن يظهر بتلك القوة وأن يبادر ريال مدريد في الهجمات. ولدى الأهلي خط وسط رائع لكنه هجوميا لا يمتلك من يحول الفرص لكرات في الشباك عكس ريال مدريد. كما أعجبني الجناح الأيمن حسين الشحات، شكل خطورة على ريال مدريد. لاعبي النادي الأهلي يتعهدون بتعويض الجماهير بعد الهزيمة من ريال مدريد بحصد برونزية كأس العالم للأندية أمام فلامينجو. انتقادات كبيرة لمحمد مجدي قفشة ومحمد شريف بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بسبب المستوى السيء طوال اللقاء، وانتقادات لمارسيل كولر بالبقاء عليهم في الملعب حتى اقتراب نهاية المباراة. غضب جماهيري من المعلق السعودي لمباراة الأهلي وريال مدريد بسبب جملة "الأهلي سلم الراية البيضاء" رغم الندية القوية من الأهلي أمام بطل أوروبا طوال المباراة. بعد 22 مباراة مع الفريق، كولر يخسر أول مباراة له في القيادة الفنية للأهلي أمام ريال مدريد. الصحافة العربية والعالمية تشيد بأداء الأهلي أمام ريال مدريد: كان ندا قويا لبطل أوروبا في أكثر فترات اللقاء لولا الأخطاء الفردية. بعد وصوله للمشاركة في المباراة رقم 11، حسين الشحات يصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية في حال مشاركته أمام فلامينجو في المباراة القادمة بأي عدد من الدقائق. بنزيما وميليتاو ينضمون لبعثة ريال مدريد في المغرب استعدادا لخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي. فيفا يقرر منح كهربا 60 يوم مهلة أخيرة لدفع الغرامة للزمالك، زائد غرامة مالية 30,000 فرنك لصالح فيفا يتم سدادها خلال شهر، وفي حالة عدم الدفع خلال 60 يوم سيمنع اللاعب من ممارسة كرة القدم لمدة 6 أشهر. ومحامي كهربا يتجه إلى الطعن على الحكم أمام كأس. كارلو أنشيلوتي: أنهينا المباراة بشكل جيد ولكن الأهلي قدم لقاء جيد جدا والنتيجة الكبيرة لا تعبر عن الذي قدمه خلال المباراة. لقد عانينا بعض الشيء أمام الأهلي ولكننا نجحنا في النهاية. مارسيل كولر بعد مباراة ريال مدريد: أشعر بالإحباط الشديد بعد المباراة، كنا نتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة، بدأنا المباراة بشكل جيد لكن لم نستغل الفرص وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف. فريق الأهلي يتحسن بشكل كبير وسيكون أفضل في المستقبل. توليت المسؤولية منذ عدة أشهر وأعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق، وشاهدت مباراة الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي وأعلم أن الفريق البرازيلي يمتلك عناصر مميزة ولكننا سنسعى لتحقيق البرونزية خلال المواجهة القادمة. إشادة صحف أسبانية بحسين الشحات بعد المباراة: ارتاح الريال كثيرا بخروجه، كان يخلق الفرص ويسدد على المرمى بشكل مباشر حتى خروجه من الملعب. خالد معتز مترجم مارسيل كولر: لم أبكي بعد مباراة كرة قدم مثل اليوم لأننا لم نستحق بهذا الأداء هذه النتيجة. حتى الدقيقة 91 النتيجة قريبة وفي أمل نتعادل، مضيعين فرص محققة أمام أقوى فريق في العالم، وبجد حسيت بالقهر وخصوصا إن احنا تعبنا واجتهدنا جدا خلال الفترة الأخيرة. ملحوظة: احنا لو بنلعب في مدريد نفسها مش هيتعمل فينا كده. من أول ما وصلنا الملعب والجمهور المغربي الشقيق بيشتمنا وبيزوم علينا حتى في وقت التسخين. نموذج لانبطاح الشعوب العربية. لأول مرة رضا عبد العال يشيد بأداء مارسيل كولر في إدارة مباراة الأهلي أمام ريال مدريد. الإعلامي محمد شبانة: هناك شخصية عربية ستقوم بشراء نادي ديبورتيفو ألافيش البرتغالي وسوف يساهم في غرامة محمود عبد المنعم كهربا، ولازال هناك فصل جديد في القضية وسيلجأ محامي اللاعب إلى المحكمة الرياضية الدولية كأس، وذلك خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار فيفا اليوم. ديلي ميل الإنجليزية: مجموعة قطرية تجهز عرض غير قابل للمنافسة لشراء مانشستر يونايتد.
انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان توصلك كل أخبارنا وفيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.